يا سيدي عن امريكا اللي عندك في مصر يا نفرج احنا عن عمولات السلاح بتاعتك اللي تحت خرجتهم بطيارة خاصة بعد ما تحولوا للمحاسبة. ده شرف وطني يا عسكري، ده شرف وطني يا سيادة المشير يا صاحب الشرف العسكري. يسكت يسكت حكم العسكر. علي وعلي وعلي الصوت. ايه اللي هيقتل مش هيموت. يسكت يسكت حكم العسكر. تحيا مصر. المؤامرة اللي اتعملت على ثورتنا للأسف أصعب مليون مرة من المؤامرة اللي اتعملت على ثورة أحمد عرابي الزعيم الخالد في سنة 1881. الزعيم عرابي تم التآمر عليه من قبل الخديوي توفيق والعاصي عشان يصف معاه تصفيق حسابه ده وقوفه قدامه بالتحالف مع الانجليز المحتل. الانجليزي فرضنا وقتها، لكن اللي اتعمل المؤامرة اللي اتعملت على 25 يناير احقر واسمع مؤامرة اتعملت هيذكرها التاريخ ومش هيعرفوا يزيفوا التاريخ. ومصر هتفضل مصر طول ما فيها شباب جامعات واحد سياسيين وبيعشق بلده، وطول ما فيها عمال بتعشق مصر، وطول ما فيها حرفيين بتعشق مصر، وطول ما في ستات كانت بتطلع في عز طرد واحنا مش لاقيين اللقمه والاعلام بيشوهنا ويقول علينا بنقبض وبنصل كنتاكي وبيحصل وبيساوي وبنروح امريكا وبتعلمنا معرفش مين ومين. كانت بتطلع من محلات تتحط لنا العيش في قلب شويلة وشرط معلقين تحت دماغنا على السطح ستات من المناطق الشعبية من امبابة وصرف الأحمر والشمالية وغيره فيهم ناس أمنيات القراءة والكتابة. هي دي مصر، هي دي بقى هي اللي قال عليها أحمد فؤاد نجم، وده هي هتعيش. أحمد فؤاد نجم ما كانش أهبل لما قال يا مصر يا أم بهية يا ام طرحة وجلبية الزمن شاف وانت شافة هو رايح وانت جاية. نجم كان صاحب رؤية والشعب المصري الشريف اللي نزل الثورة صاحب رؤية ومش هنستسلم لأي حد يعادي مصر ويوصل مصر ومستعدين للشهادة تاني وثالث وعاشر ومليون من أجل مصر.